السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قطار الأهلي يدهس فاركو ويضم فاركو ضمن أندية ثلاثيات كولر، وهنعرف إيه هي قائمة ثلاثيات كولر. بعد كده معانا تصريحات كولر بعد الماتش، وآخر حاجة معانا وهي إن مرتضى منصور يهين رضا عبد العال، بس طلب أخوي من كل واحد حبيبي صاحبي يعرفني أو ما يعرفنيش بيتفرج عليا. ادعمنا بالاشتراك في القناة وادعمنا بالضغط على اللايك وفعل زرار الجرس علشان نقدر نكمل. نخش في الموضوع على طول. كولر النهارده في ماتش فاركو اعتمد على سياسه التدوير، ويمكن ده نفس الكلام اللي هو قاله بعد الماتش في المؤتمر الصحفي. قال ان اداء فريقه في الشوط الاول كان افضل بكتير من فاركو، والاهلي استطاع او قدر ان هو يسجل هدفين باداء جماعي ممتاز، ولم يتم احتساب الهدف الثالث بداعي التسلل. وكمل كولر في المؤتمر الصحفي وقال ان الفريق النهارده بالنسبه للشوط الثاني عانى من الاستهتار والتراخي في الضغط على لعيبه فيوتشر. وقال برضو كولر النهارده ان الاهلي في الشوط الثاني عانى من الاستهتار والتراخي في الضغط وقفل المساحات حتى مع الهجمات المرتده. التعامل النهارده بالنسبه للعيبه الاهلي بوصف على حسب وصف الراجل، قال ان التعامل كان برعونه. اما عن سياسه التدوير فكولر قال ان الفريق من 3 ايام لعب 120 دقيقه قدام بيراميدز في نهائي كاس مصر، وقال ان الماتش كان مشحون بالضغط العصبي والحماس الزايد من اللعيبه، وان هو كان لابد النهارده ان هو يعمل سياسه التدوير في الفريق لان هو عايز يجهز كل اللعيبه على اسرع وقت. انا بقى عندي تعليق صغير بالنسبه النهارده لسياسه التدوير اللي انت عملتها النهارده. انت طلعت كسبان بالنسبه للشوط الاول 2-0، وعلى وضع لعيب لعيبه الاهلي اللي احنا نعرفها ان الفريق مش هيخسر، هيحاول يمتد شويه للدفاع وهيلعب على الهجمه المرتده. بالنسبه بقى لواحد زي علي معلول كان عنده النهارده اخطاء رهيبه النهارده بالنسبه للضغط والتعامل مع التغطيه العكسيه، وانا ما اعرفش ليه انت ما طلعتش علي معلول بعد الشوط الاول ونزلت واحد زي ايمن اشرف يلعب كباك شمال مكان علي معلول وتامن بيه الدفاع، لان ايمن اشرف مميز جدا في المنطقه الدفاعيه اكتر من المنطقه الهجوميه، خاصه ان معلول بالنسبه للمنطقه الدفاعيه هو مش اجهز حاجه ومش احسن حاجه، لكن مميزاته كلها بتنحصر في المنطقه الهجوميه. وبالنسبه لايمن اشرف لما تنزله مكان علي معلول في الشوط الثاني يبقى انت كده عملت الروتيشن المطلوب والروتيشن الصح، والراجل دخل معاك وجاب مثلا معاك الفورمه بتاعه الماتشات وبدا يدخل معاك في التشكيل وبدا يكتسب لياقه الماتشات، لان ايمن اشرف من ساعه ما كولر بدا الموسم مع الاهلي او من ساعه ما جه الاهلي تقريبا هو لعب ماتش واحد، ومنها تبقى برضه ريحت علي معلول واستفدت، خاصه وان هو برضه علي معلول كسن مش صغير، علي معلول سنه كبير، وعشان يقدر يكمل معاك الموسم المتلاحم ده انت هتلعب ماتش كمان في الدوري وهتروح تلعب قدام الرجاء وهتخلص الرجاء وهتلعب قدام الرجاء العوده وهترجع عندك ماتش في الدوري وبعدين عندك ماتش في الكاس السوبر اللي قدام الزمالك، فانت عندك ماتش سموحه مثلا بعد كده وبعدها تقريبا ماتش الرجاء، يعني الموضوع هيبقى ايه؟ انت محتاج اكتر حاجه تقدر تغطي معاك في المساحات وتقدر تغطي معاك مثلا بديل لواحد زي علي معلول، بدل ما تتفاجئ ان علي معلول في مره وقع منك واتصاب وانت مش مجهز له بديل. بالنسبه للمحنكين اللي هيطلعوا النهارده يقللوا من انتصار الاهلي بثلاثيه امام فاركو ويقول لك فاركو مفوت الماتش ومش عارف ايه، انا هديك احصائيه صغيره بسرعه زي ما احنا عارفين ان الكوره اجوان وارقام. فاركو النهارده الفريق الضعيف اللي انت بتتكلم عنه ده هو بلغه الارقام ان هو قبل ما يلعب ماتش الاهلي النهارده كان دفاعه اقوى من الزمالك، فاركو كان داخل فيه قبل ماتش الاهلي 20 جون، ودفاع الزمالك لحد الماتش اللي فات داخل فيه 22 جون، يعني قبل الماتش بتاع فاركو النهارده رقميا دفاع فاركو اقوى من دفاع الزمالك، مع ان هو اللي رزع الزمالك 3 على اللحم. فلازم تعترف بان الاهلي في الوقت الحالي ده هو افضل فريق حاليا في مصر ويقدر يفسح اي فريق بيقابله، لانه يمتلك حاليا افضل سكواد في مصر، ومن اللي ما يقدرش يعترف بكده قدامه حل من الاثنين، اما ان يذهب الى الجحيم او يشرب من خراره. بالنسبه لقائمه ثلاثيات كولر مع الاهلي هنفتح القوس ونبداها 3-0 الاتحاد المنستيري، 3-0 الاتحاد السكندري، بعدها 3-0 بيراميدز، بعدها 3-1 سموحه، بعدها 3-0 نادي الزمالك، بعدها 3-0 اوكلاند سيتي، بعدها 3-0 اسوان، بعدها 3-0 القطن الكاميروني، بعدها 3-0 الهلال السوداني، بعدها 3-0 غزل المحله، واخيرا وليس اخرا 3-0 فاركو النهارده. 11 ثلاثيه بقياده كولر، وما زالت صفحه الثلاثيات تتسع لكتابه المزيد من الاسماء. واخر حاجه معانا وهي ان مرتضى منصور يهين رضا عبد العال في لقائه مع المدير الفني الجديد على قناه شاشه الضحك الاول في مصر. مرتضى منصور وهو بيعرف المدير الفني الجديد وبيعرفه النظام هيمشي ازاي، والمترجمه واقفه بتترجم، الجلاله خدته وخد رضا عبد العال غسيل ومكوى ونزله على الارض، فقال له كده بالنص: يا ابو صبغه يا اللي كل ما تمسك فريق يهبط وينزل من الدوري ومضيع كل الفرق وعامل فيها جوارديولا العرب، صفقات الزمالك ازاي وحشه وانت عمال تهاجم المدير الفني ودلوقتي بتهاجم صفقات الزمالك، انا عايز اعرف صفقات الزمالك وحشه في ايه؟ اتلم ومش عارف ايه، وانا كلمت رئيس القناه
وهعرفك شغلك. انت متخيل ان مرتضى منصور الوحيد اللي في مصر اللي مش معترف ان الزمالك عنده مشاكل حتى في صفقاته حتى في مديره الفني، وشايف ان الامور طبيعيه جدا؟ بس للاسف مرتضى منصور عارف الشخصيه او عارف العقليه اللي بيكلمها، لان في ناس بتعتبر تجاوز مرتضى منصور على اي حد بينتقد اي حاجه في النادي حتى لو الحاجه دي منوره قدام الكل والكل شايفها، في ناس بقى بتعتبر التجاوز بتاع مرتضى منصور ده بطوله. انت متخيل العقليه؟ طب بلاش، مرتضى منصور كويس جدا وقناه الزمالك ممتازه جدا. هوديك فيديو صغير يثبت لك ان قناه الزمالك قناه الضحك الاول في مصر. خد الحته دي. عايز لبن العصفور هنجيب لبن العصفور. قلت له ازاي دي؟ يعني كل اللي هتتمناه. لا انا قلت لبن العصفور. ميلك del bird del العصفور صوصو. اكيد. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ بسم الله ما شاء الله. انت متخيل ان ده رئيس نادي اكبر، يعتبر اكبر تاني نادي في مصر بعد الاهلي؟ انا معرفش انت واخد ليه الموضوع ازاي كده، ازاي منصبك ده ليه بتقلل منه وبتحط نفسك في حته مش بتاعتك؟ الله، اما انت بتاعتك صحيح. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه اشترك في القناه وفعل زر الجرس واخبط اللايك التمام، وكل سنه وانت طيب. رمضان كريم. سلام.